السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي ده فطارنا في اسكندرية. آه هنشوف بقى نعمل معاكم برضو طريقة الحواوشي. حواوشي الاسكندراني. هما في اسكندرية بيسموه العيش باللحمة. بصوا القطتين الجمال دول ما شاء الله. بصوا قاعدين مؤدبين، هما تو محترمين. ده فطارنا بقى، فطار جميل بصراحة. تسلم ايديها الحاجة. كده حبايبي بقى حاجة الحواوشي هيت. معانا اللحمة ومعانا البصل ومعانا الفلفل والتوابل. كده حبايبي احنا بنفرم بقى البصل في الكبة ومع الفلفل. بعد كده هنحطه على اللحمة ونقلبه، وهنحط برضو حتة ليا كده عشان تحلي الحواوشي. بنقطعها كده ونحطها على اللحمة. كده حبايبي احنا رحنا بقى الفرن. هما بيعملوا الحواوشي في الفرن. بتبقى عجينة من عند الراجل بتاع الفرن، وبنحط فيها بقى اللحمة، بيبقى عيش كده، وبيحط فيه اللحمة، وبعد كده بنقفل عليه بقى زي ما الحاجة بتعمل كده. تسلم ايديها بصراحة، كان الحواوشي جميل. هما في اسكندرية بيسموه عيش باللحمة. عندنا هنا بنقول عليه حواوشي، عندنا في القاهرة بنقول عليه حواوشي. بس هنا في القاهرة بقى ما بيعملوش كده. هنا بنعمل الحواوشي بالعيش اللي هو ايه، العيش بتاع الفرن العادي. كده الحاجة بقى بتقفله كده. بتحط في النص بقى لحمة، والنص التاني تقفله بقى، تقفل على اللحمة. بصوا حبايبي بتعملوا ازاي. وممكن تعملي العجينة دي في البيت عادي، بيبقى ملح ودقيق ومية بس. تعجنيها وتسيبيها ترفع، يعني تاخد الخمر بتاعها كويس، ما بتحطلهاش خميرة ولا اي حاجة. هو ملح ومية ودقيق بس. وتسيبي العجينة ترتاح، وبعد كده تحطي فيها اللحمة، وتقفلي عليها بقى كده. وبعد كده تحطيها في فرن البوتاجاز عادي. عندك فرن برضو من بتاع الخبيز عادي، مفيش اي مشاكل يعني. معلش حبايبي انا عندي دور برد، فلو صوتي مش واضح يعني. حطوا لايك جميل بقى للحاجة كده، واكتبوا لها تسلم ايديها. طبعا احنا عملنا الحواوشي ده في الفرن، وخدناه بقى ورحنا على البحر. كان جميل بصراحة. بص احنا كده خلصنا الكمية كلها. كانت كتير ما شاء الله. انتوا ممكن عادي لو عندكم مثلا فرن بيعمل الحواوشي وكده، ممكن تعمليه في الفرن اسهل لك يعني. كده انا بصوره لكم هو في الفرن بقى، هو بيستوي في الفرن. عايزاكم كده تشجعوني يا حبايبي كده وتقفوا جنبي. ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب. عايزة بقى لايكات كتير بقى للفيديو دوت. كده حبايبي هو بيستوي في الفرن. بس اريح لكم والله ان انتوا مثلا تعملوه لو عندكم الفرن بيعمل الفران اللي هي بتخبز العيش الشامي بتعمل كده عادي، ممكن تودوه الفرن يعمله لكم احسن يعني. مش غالي ولا حاجة يعني.
العجينة بالتسوية تقريبا الرغيف ب75 قرش او بجنيه، حاجة زي كده، مش غالي ولا حاجة يعني. اسهل لكم بقى، اسهل ما تعجنوا وتعملوا يعني في البيت. كده حبايبي بقى، هو الراجل طلعه من الفرن وحطه بقى يتهوى كده شوية، وبعد كده هيلفوهن بقى. اتفضلوا معانا بقى يا حبايبي، ويا ريت طريقتنا كده تكون عجبتكم، وما تنسوناش في اللايك. ويا ريت كده كل اخواتي وحبايبي ينوروني كده ويشرفوني، واهلا وسهلا بكل اخواتي اللي نوروني وشرفوني في القناة، اهلا وسهلا بيهم. كده حبايبي بيلفلنا الحواوشي اهو، جايبه لكم خطوة خطوة بقى معانا. وتحية لأهل اسكندرية كلهم، ناس محترمين بصراحة، كل اسكندرية ناس محترمين بصراحة. احنا كنا عند اختي، هي اخت جوزي، بس اختي وحبيبتي، ربنا يا رب يخليها ويديها الصحة والعافية. واحسن حاجة ان انتوا يعني يبقى في محبة ما بينك وما بين اهل جوزك، بتبقى الحاجة بتتعمل لك بمحبة كده، وبيبقوا بيحبوكي وعايزين يعملوا لك كل حاجة حلوة.